أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وآله وصحبه وإخوانه وحزبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته وسار على قدمه وقدم أحبابه. جعل الله وإياكم من أنسابه وأحبابه وإخوانه وذريته وأهل بيته ممن يردون عليه الحوض ويشربون من يديه الكريمتين شربة لا يظمؤون بعدها أبدا، ومن الذين يحظون بشفاعته وجواره يوم اللقاء العظيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يا عالم الأسرار يا سندي، يا كاشف الأضرار عن جسدي، ضاقت بي الدنيا بما رحبت رحماك، من للمذنب النكد، من لي سوى التواب يغفر لي زلات أمسي حاضري وغدي، لولاك ما سعد الفؤاد ولا عرف الهدى دربا، ولم يحدي لولاك ذاق العبد كل أسى، والنفس إن لم تنفطم تلدي، بالمشها حفت جهنم كم عبدا غوى والحق لم يجد، ضل السبيل وتاه في ظلم لو شئت شاء، ولو أردت هدي ليلي سبات والنهار هوى ضاعت حياتي في رغى الزبد، عذري الرجاء والخوف يشفع لي أنت الملاذ وأنت معتمدي، فارحم عبيدا بالنصوح ندى، فالعزم مني خار خذ بيدي. خذ بأيدينا لسديد القول وصالح العمل وخالص النية، خذ بأيدينا حتى نستمع القول فنتبع أحسنا، خذ بأيدينا لتجري الحكمة من قلوبنا على ألسنتنا بما يكون علما نافعا منشئا لعمل صالح ترضى عنه وترضى عنا به، اللهم آمين. أيها الأحباب، مسرور بهذه الزيارة وملاقاة الأحبة شفاء، ولربما عز أن تجد دواء لمرضك، وعند ملاقاة أحبتك ورؤيتهم ومجالستهم قد يتيسر العسير وقد يشفى السقام. فالحمد لله أن جعل لقاء الأحبة شفاء لمن عز دواؤه وعز أن يجيب طبيبا لمرضه. والكرام، عن الإيمان نتحدث، والإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. وفي كثير من الأحيان نتكلم عن أشياء كثيرة ونغفل عن الإيمان الذي هو تأشيرتنا لدخول جنة ربنا، والذي نفس محمد بيده، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. دل هذا على أن لا جنان إلا بإيمان، وأن هذا الإيمان له أس، له منبت، له أصل، وله فرع وأكل. لكن ما لم يثبت الأصل فلا فرع ولا أكل، أصلها ثابت عاد وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. الإيمان ما وقر في القلب، لا ما نقر في القلب، نقر لا، وقر في القلب، ومن ثم ترجمه العمل، ومن ثم صدقه العمل، ومن ثم أنبته العمل. هذا الإيمان يثبت بالمحبة، وهذه المحبة أساسها إفشاء السلام، ليس فقط أن تقول السلام عليك بلسان والعين منك تنظر شزرا والقلب يحمل ضغينة وحقدا. ليس الإيمان إفشاء السلام أن تقولها بلسانك وأنت تضمر شرا، وأنت تكيد وتمكر، وأنت على غير صفاء.
والخير لا ينبت في الكدر، والشيطان يصطاد في الماء العكر. إفشاء السلام بنظرات العين، إفشاء السلام باللسان أن لا يحسد، والعين أن لا تخون، وبالقلب أن لا يحلق. لا أقول تحلق الشعر، ولكن تحلق الدين، الشحناء والبغضاء. إفشاء السلام بمفهومه الأعم الأتم، أن تفشي السلام. وكلما سلم المسلمون من لسانك ويدك، وسلم المسلمون من أذى قلبك، وسلم المسلمون من أذى سلوكك، كلما أنبت الله في قلبك إيمانا، وأثبت في قلبك أصل هذا الإيمان، ليزهر محبة فتحب الناس وتحب الخير للناس. إذا أحببت الناس وأحببت الخير للناس، هذا دليل أن الإيمان بدأ يثمر في قلبك ويشع، وماذا بدأ يثمر ويزهر، بدأ وقد وقر في القلب، يصدقه عملك، تصدقه معاملتك. وهذه المحبة ينبغي أن تكون محبة راقية نقية صافية زكية، محبة لله سبحانه وتعالى، أن تشتاق للقائه، ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. محبة لله، محبة الله عز وجل الذي ينبغي أن نحبه فوق كل محاب، وأن نحب محابه فوق كل ما نحب سبحانه وتعالى. محبة المبكر قياما، محبة المجاهد الزاهد صياما، محبة الذاكر لهجا، محبة المتصدق بذلا، محبة المتعبد تقربا، محبة المتفكر بنظرات عينه. هذا الذي يحب الله ويتقرب إليه حتى يصبح محبوب الله، فيكتب الله له القبول في الأرض وفي قلوب الناس، يمده منهم بود. اللهم اجعل لنا في قلوب عبادك ودا، واجعل لنا في أرض عبادك قبولا، واجعلنا أينما حللنا وارتحلنا يشتهى أن ينظر إلينا، ويشتهى أن يسمع إلينا، ويشتهى أن نجالس، ويشتهى أن نتعامل. فإذا محبة الله، محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أحبوا الله لما يغدوكم من نعمه، ونعم الله علينا تترى، ونعم الله علينا شتى. وإن تحصوا، وإن تعدوا نعمة الله، نعمة واحدة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فكيف بنعم الله كلها؟ ولن نملك أن نؤدي شكر نعمة واحدة، فأحرى هذه النعم التي سخرها الله لنا ظاهرة وباطنة. لا نملك نحصي واحدة منها، لأن الله تعالى جعل نعمة واحدة، جعل لها نسخا بعدد الخلائق، والناس تتحاسد كأن الله تعالى له نعمة واحدة، نسخة واحدة من نعمه يعطيها أحدا من خلقه، فالناس يتهافتون، والناس يتنافسون ويتحاسدون من أجل أن لا تكون حكرا على ذلك الإنسان وسلما له، وأن تكون لي. هذا هو الحسد. وإلا إن علمت أن الذي أعطاه يملك يعطيك، قال لها يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله. هنالك دعا زكريا ربه، قال هاش يذوقني ولا أعطيني، لا، اللي أعطاك يعطيني. هنالك دعا زكريا ربه. كيف نحب الله لما ينا من نعمه، وكيف نحب رسول الله لحب الله إياه، فنتبعه صلى الله عليه وسلم، ونشاق لزيارته، ونشاق لرؤيته، ونشاق للقائه، ولأن نرد عليه الحوض، ولأن نحظى بجواره، ولأن يحقق الله نسبنا إليه وانتسابنا إليه، وأن يلحقنا بحسبه، وأن يجعلنا من إخوته. وددنا لو نرى إخواننا. قالوا أو لسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال بل أنتم أصحابي، إخواني من يأتون بعد.
آمنوا بي ولم يروني، في رواية صدقوا بي ولم يروني، للواحد منهم أجر 50 منكم، قال منا أو منهم، قال بل منكم، لأنكم تجدون على الحق أعوانا ولا يجدون على الحق أعوانا، في رواية أخرى لأنهم يحيون سنتي عند فساد أمتي. إحياء السنة، إحياء السنة، ما من سنة إلا سنة نبوية إلا وتفك عنا قيد عقدة شيطانية حتى تتحرر منا الإرادة لنسعى. أراد الآخرة وسعى لها سعيها، أراد الله وسعى لذلك سعيه. يريد نصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. نحب المؤمنين جميعا، وهذا التحاب هو الذي يعطينا حلاوة. من وجد عنده ثلاثة من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، من أحب العبد لا يحبه إلا لله، ومن كره أن يعود في الكفر بعد أن قضاه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. ما من آية ورد فيها لفظ الإيمان إلا واقترن بالمحبة، والذين آمنوا أشد حبا لله. فالإيمان دائما مقرون، أو تقعر الإيمان الحب في الله والبغض في الله. من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، يحبون من هاجر إليه. فهذا هو الإيمان، هو المحبة، والمحبة قوامها وأسها ولبابها ومحرابها وقبلتها هي إفشاء السلام، أن تفشي السلام بنظراتك، بلسانك، بقلبك، بعقلك، بنفسك، فلا تأمر بسوء ولا تظلم. ثم بعد ذلك هذه المحبة التي أنبت في قلوبنا الإيمان، هذا الإيمان يبلى فينبغي أن نجدده. هذا الإيمان يبلى ويتلاشى ويوشك أن يتلاشى ويضمحل، فينبغي أن نجدده، ينبغي أن نتعهده. مثل الثوب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الإيمان لا يبلى في جوف أحدكم كما يبلى الثوب، أو يخلق في أحدكم كما يخلق الثوب، في رواية فجددوا إيمانكم. قالوا كيف نجدد إيمانا يا رسول الله؟ قال أكثروا من قول لا إله إلا الله، فلا إله إلا الله تجدد الإيمان. في كثير من الأحيان نغفل عن هذه الكلمة الطيبة التي بها يتم تجديد الإيمان. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، وأنت في الشارع لا إله إلا الله، وأنت في بيتك اقتص من وقتك عادتك لعبادتك زمنا لتكثر فيه من قول لا إله إلا الله، تعالج بها مضغتك التي إن صلحت صلح الجسد كله، تعالج بها إيمانك الذي يوشك أن يتغبر، يوشك أن يندثر، يوشك أن يبلى فيضمحل. فجدده بلا إله إلا الله. قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. كلمة التقوى